الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رمضان فايبس. طبعا فكرة الشباب فكرة جميلة جدا، برافو عليكم. أنا أي حاجة هرحب بيها كده يعني، وهندردش عن رمضان. معانا نور ومعانا سارة، أهلا بكم. نشوف بقى الفايبس اللي انتوا هتعملوها النهاردة لينا شكلها عامل ازاي. بيبقى فيه سؤال تقليدي كده دايما بيتسأل، يا ترى استعدينا لرمضان ازاي؟ طبعا احنا كمان في كام يوم يعني دخلوا في رمضان، احنا بنفضل نستعد للاسف في اول ايام. يا ريتنا طبعا كنا مستعدين من قبلها، لكن خلينا نكون واقعيين يعني. فيا ترى كل واحد كده يدينا افكار، حتى لو سؤالي تقليدي، يا ترى ممكن نستعد لرمضان ازاي؟ او انت استعديتي ازاي يا نور؟ والله انا جبت الزينه، جبت فوانيس الحمد لله. لا عملتي اللي عليكي خلاص. وانت يا ساره؟ انا هكمل بقى اني ماما، فريزر بقى الصلصه جاهزه، الخضار بتاعي اتفصصته خلاص، والطومي مفروم كله مستعد للمرة. لا ده بس فهمتوني غلط تقريبا، يعني عندنا زينه وعندنا يعني طبيخ. لا يعني طب استعديتوا قلبيا ازاي؟ يعني شعبان كان عامل ازاي مثلا؟ كان عامل ازاي يا نور؟ احنا كده دخلنا في الاسئله المحرجه. طيب والله هو انا حطيت هدف، تمام، وقعدت اتفرج على شويه فيديوهات على اليوتيوب عشان اشحن نفسي كده ايمانيا. وبعدين لقيت نفسي انا برجع لورا اصلا. انا بستعد يعني والشيطان بيستعد معايا. انا سخنه وهو سخن، واحنا الاثنين بنتخانق، وكل شويه بيبقى داي 1. كل شويه اجي ابدا الاقي نفسه بيبدا معايا من الاول وسخن جدا. ذنوب انا صغيره سبتها وخلاص بطلتها بقالي مده طويله جدا، يقوم مرجعها لي تاني ومدخلها لي من تحت لتحت. ايوه بس انا عارفه طبعا الاحساس ده، لان احنا كلنا. وبعدين انا مبسوطه انك قلتي، يعني احنا ممكن يكون جوانا ومش بنقوله. بصي نور، هو فعلا يعني الانسان بيبقى ابس اند داونز، عمره ما بيبقى ثابت على حال. بس زي ما هو بيستعد، احنا كمان لازم نستعد. هنا ان كيد الشيطان كان ضعيفا اصلا، هو كيده ضعيف على فكره. بس هو زي ما تقولي هو شافك مستعده، وهو مش قاعد في طريق البار، يعني هو مش في النايت كلاب، هو على الطريق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لا قعدن له صراطك المستقيم. بصي يعني في تاكيد يعني. فهو اول ما هيشوفك كده او مستعده، هو كمان هيستعد. لكن احنا هنبقى اسهل كتير نستعد. حاسبي كمان شكل كده شخصيتك فيها جلد ذات زياده شويه، صح كتير يعني. هو كمان يعني الشيطان يعني عايز يخلص التارجت بتاعه قبل ما هنتسلسل 30 يوم. هو عنده تارجت مش هسيبكم بقى، فانتوا هتستعدوا وانا كمان بستعد تقريبا. بس والله كيده ضعيف قوي. فانت بس ركزي ليه، لانك ممكن اول ما تلاقي نفسك كده يا نهار ابيض تتخضي. طب انا كده اما هدخل رمضان عامله ازاي؟ والحقيقه ان الخضه دي ساعات بتجيب يأس من النفس. خلي بالكم يعني، وانا كمان اخلي بالي ان هو لما الواحد بيتخض من نفسه يقول لا خلاص هي بايظه. ودي اخطر حاجه ممكن الحقيقه يتعرض ليها الانسان. فلا يا نور، لما تلاقي كده الاراده، ان تاخدي الاراده يعني ايه؟ تاخدي قرار وتشتغلي من خلاله. فقولي خلاص معلش حصل كده، لا انا الخطوه الجايه لا على طول، لا انا هقوم. حاسبه تيأسي من نفسك، لان ده ممكن يجيب لك اكتئاب وتدخلي رمضان حاسه انك ما تستاهليش اصلا بقى، وازاي وهعمل ايه. فدي نقطه مهمه قوي يعني. بس جات لي الفكره دي وانت بتتكلمي يعني. كنت يعني جلد ذات النور بتقول عليه، بحس ان هو يعني بيسبب لي يعني تنشنه بقى، لان بقى بقى هعرف مش هعرف هنزل اصلي، وكمان بقى عشان بقى كمان ماما فمسؤوليه الاولاد بقى. صحيح. فبحس بقى مش هعرف يعني هصلي ازاي، هنزل ازاي. طب الاول كنت بقى مفيش بقى اولاد فبنزل، دلوقتي لا في اولاد هنزل اصلي، هعرف اقرا القران. طب الدنيا هتمشي ازاي؟ فالواحد تحس كده ان هو بيقف بتنشن بالظبط، هروح فين واجي منين. ومش عشان والله يا ساره، يعني انا يعني احنا النهارده تقريبا واخدين حبوب الصراحه شكلنا. يعني انا بدور على حاجه لقيت حاجه تانية. في انا كنت ساعات اقول هو ليه الناس كلها فرحانه قوي وانا متنشنه؟ هو انا فرحانه بس وانا متنشنه ليه؟ وانا بعتقد برضو الشيطان بيجي يقولك بصي يعني مش هتعرفي، يعني هتعرفي تقفي ورا الراجل بقى ساعتين، انت كنتي بتخطفي الصلاه مش عارفه فين. يعني في افكار كده بتجيلك في الحته دي يعني. فالواحد الحقيقه لازم يتصدى للحكايه دي، لانه هيسحبنا في حته احنا مش عايزينها. طيب هندخل متنشنين، هننكد على نفسنا العباده مش هيبقى ليها طعم يعني. فانا في رمضان مره انا فاكره ظبطته قوي ان انا ما ادخلش متنشنه.
سبحان الله، قلت يا نهى انت هتدخلي تصلي الركعتين حلو، ما تفكريش هتاخدي ركعتين اللي بعدهم عاملين ازاي. دخلت هاديه جدا، والغريبه انا عملت كل حاجه. انا هقرا الصفحه دي، هقرا الصفحتين دول ماشي، لكن اصل ساعات بنقرا واحنا عايزين نخلص بقى عشان ماشي، ما هو طبعا ده ضروره جدا، واكيد ان الكميه والجوده مهمين في رمضان، بس لما ادخل متنشنه هيبقى اولى عندي ان انا ادوق الحاجه الحلوه. صليت ركعتين، ما تساليش هتصلي ركعتين اللي بعدهم ولا لا. بحس يا دكتور ان يعني الواحد لما بيركز في العباده او الركعتين دول ويستمتع بيهم ويديهم الجوده، بتديه طاقه ان هو يقدر هيزود على الركعتين دي، النهارده 2 بكره 4 بعده 6. غير لما ابقى داخل انا عايزه اصلي 6، انا هصلي 6، فابقى عايز اجيب التارجت بتاع ال6، بس في الاخر اثرها عليا او الطاقه اللي اديتها لي مفيش، انا عايز اعمل 6 بس، هعمل 8. لا وصليت الاربعه الاولين بسرعه عشان اصلي بسرعه 6 بالظبط، وانا بصلي 4 عشان اجيب ال8 الاربعه بعدين، فبقى عملت 8 كده صح. فده فكرني بحديث كنت بحبه، يعني بحبه قوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو حديث قدسي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني اذا تقرب الي يعني عبدي شبرا تقربت له ذراعا، واذا تقرب لي ذراعا تقربت له باعا، ولو اتاني مشيا اتيته هرولا. فاللي هو بس ابدا من غير ما تنشن، وربنا كريم. يعني كنت دايما بحس ان طريق ربنا من بره بيبقى احيانا وانت بتشوفيه من بره كده ايه ده في مطبات، لا انا مش هعرف. لكن اول ما بنحط رجلينا جوه الطريق، انا بس بقولك حط اول خطوه جوه الطريق بالحديث ده بحسبه كده، وربنا هيجي معظمه سبحانه وتعالى. فشبرا يعني ممكن تصلي الركعتين دول ويبقى هو ده الشبر وربنا يبارك فيهم، وبعدين يبقى بقى باع وذراع وايه، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. يا سبحان الله بجد. بس انت حط اديني اول خطوه كده، اول خطوه وهتلاقيها اتسهلت. يعني من الحاجات كمان المهمه قوي ان يبقى عندك ثقه بالله الحقيقه، يعني صح يعني. وايه ما انا مش عارفه موضوع الثقه ده انا بحس بيه قوي، حسيته بيه في الحكايه دي. يعني في رمضان اللي هو اتاكم شهر عظيم يجود الله سبحانه وتعالى به علينا، ينزل الرحمات ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا. على فكرة هي دي الحتة يا نور يمكن اللي بتبقى مقلقانا شوية، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. فأنا هبقى شقي ولا إيه؟ وإحنا لو شفنا إن أصلا ما فيش في رمضان ثواب سنن، كله فروض، السنة بقت بالفرض والفرض بقى ب70، وعملية جميلة قوي يعني ما شاء الله. يعني كان ربنا بيقولك اكتب أي حاجة في الورقة وأنا هديك في المارك. فاحنا متنشنين عشان كده. ودي على فكره رفع درجات برضو، التنشنه دي ما انت عايزه قلقانه، بس حاسبي تبقى زياده ايه تقدر عليكي العباده. وبعدين خلي بالكم برضو يا نور في حته كنت تتكلمي فيها، حته ان القلب كالحصن، عامل زي الحصن كده، انت بتقولي فيه ذنوب ودخلت وبتاع، انت عارفه ان في باب ضعيف شويه هتحطيه للحراس الزياده، يعني ممكن باب تاني تحطي حارس ولا 2، انما الباب ده انا عارفه ده عايز الحراس كلهم هناك عشان برضو ابقى مصحصح لنفسي. انما برضو التنشنه مش حلوه، ما تتنشنش وما تخافش، وخليكي عندك ثقه بالله. حاسه الثقه في الله دي يا دكتور، زي ما حضرتك بتقولي القلب كالحصن، فاحنا بنبقى عايزين يعني نلاقي قلبنا في رمضان، نحس بالروحانيات بالجو اللي هو شهر في السنه. فيعني ان الواحد يبقى عنده ثقه في الدعاء ده، وان ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعني يا جواد هيجود علينا وهنضايق قلبنا ان شاء الله. يعني افتكرت يعني ان كان في قصه قراتها وانا صغيره ومأثره معايا لغايه دلوقتي، ان هي يعني فيما معناها ان سيدنا علي بن ابي طالب زوج السيده فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت هي مره تعبانه، فسيدنا علي من حبه ليها قال لها يعني قلبك بيشتهي ايه من حلاوه الدنيا، نفسك ايه دلوقتي وانا اجيبهولك؟ فقالت له اشتهي رمانا، يعني عايزه رمان. فسيدنا علي يعني قعد يفكر كده، هو ما كانش فيه فلوس فهعمل ايه، فراح السوق واستلف يعني درهم واشترى رمانه فعلا، وسعيد بقى رايح يعني السيده فاطمه وحبيبتي جاب لها رمان بقى وهدلعها بقى. فهو رايح لقى في يعني سائل او يعني واحد فقير قاعد يعني. محتاج قاعد على الطريق وتعبان. فسيدنا علي وقف له يعني، فقال له ايه يطمني عليك، محتاج حاجه؟ فبيقول له انا قاعد هنا بقالي كذا يوم محدش وقف لي ولا بص لي حتى ولا حاجه.
فقال له طب محتاج ايه يعني؟ قال له والله انا نفسي في رمان. فسيدنا علي وقف اللي هو طيب انا معايا رمانه واحده، وفاطمه هي نفسها فيها، طيب ما انا لو رحت لفاطمه بدون الرمان قلبها هيزعل يعني، هتبقى حرمت منها، ولو سبت المحتاج ده يبقى انا كده ما عملتش يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم. فاداله الرمانه ودخل بقى على السيده فاطمه، فعرفت، فاول ما شافته يعني احتضنته وقالت له يعني هون عليك، انت لما اديته للراجل فانا حسيت اكني ان اكلت الرمان يعني. تمام. في الوقت ده الباب خبط، فسيدنا علي بيقول من بالباب، فكان صوت سيدنا سلمان الفارسي، فبقول له انا سلمان. ففتح الباب لقى معاه طبق متغطي بمنديل، فبيقول له ايه ده؟ فبيقول له من الله لرسوله ومن الرسول ليكم. فسيدنا علي خده وفتح لقى فيه 9 رمانات. تمام. فراح قال له ايه؟ قال له لا يا سلمان، ده لو من عند ربنا سبحانه وتعالى فهيبقوا 10 مش 9، لان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ الحسنه يعني الحسنه 10 امثالها يعني. تمام. فسيدنا سلمان ضحك جدا وقال له يعني هو والله هي كانت 10، وراح طلع له الرمانه من كمه. فبقول له بس يعني حبيت ان انا امزح معاك يعني وازيد ايمانا منك واتعلم منك اكتر يعني. يعني كأن الثقة بالله سبحانه وتعالى، انا اديت هي كانت رمانه تيجي 10 يعني هي كانت طبعا يا جماعة ما تحسبوهاش كده، سيبوا ربنا يحسبها لكم، هي بس جت في الرمان. لكن الثقة بالله، يعني أنا بفتكر سيدنا موسى يعني عليه السلام ماشي والعدو وراه والبحر قدامه، ثقة شقت البحر يا جماعة. إننا مدركون، خلاص إحنا هيوصلوا لنا. قال كلا، يعني كلا. طب الراجل ده عارف الحل بقى؟ لا، ما كانش عارف الحل. إن معي ربي سيهدين، ما عرفش. سبحان الله. فسبحان الله بضربة عصا شقت البحر بثقة سيدنا موسى، واللي كان رضعها من والدته برضه. فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. خفتي عليه ماشي، يلا ارميه في البحر، الحمد لله. طب يعني خفتي عليه ارميه في البحر، متخيلين الثقة عاملة ازاي؟ فإنك تدعي بثقة ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك السكينه ويتقبل ويكرم في رمضان. والله يا رب احنا غلابه وبعدين ده هو رمضان واحد، واحنا وما تخليش نومه تخلينا تفقدنا حاجه يعني الدعاء ده يا جماعه، الدعاء للصائم حين يفطر دعوه لا ترد، وللصائم حتى يفطر دعوه لا ترد، وقبل الفجر ينزل ربنا سبحانه وتعالى، ده من غير رمضان، إلى السماء الدنيا قل هل من داع فأجيب وهل مستغفر فأغفر له. آخر 10 دقايق دي مهمة قوي قوي قوي. فحضروا أدعيتكم، واللي منها يا رب أكون هادي وعنا سكينة. حضروا أدعيتكم، ولو لسه ما كتبتوش الأدعية اكتبوها. دي الحاجات اللي أنا عايزها منك سبحانه وتعالى. هو حضرتك يا دكتور بتقولي حضروا أدعيتكم، افتكرت إن الصحابة فعلا يعني رضوان الله عليهم كانوا بيدخروا أدعيتهم لرمضان، بيحوشوها. بيحوشوها الليسته، كل اللي انا عايزه، كل اللي بتمناه بقى في امور الدنيا والاخره انا هحوشه في رمضان. وفعلا كان بيقولوا يعني ما كانش بيجي رمضان اللي بعده غير لما كنا بنشوف نتيجه استجابه دعوتنا وان هي فعلا اتحققت. يعني ما بتعديش السنه رمضان اللي بعديها غير سبحان الله بيدعوا بيقين وكل اللي هم عايزينه، وباليقين ده ربنا بيرزق عبده بيه يعني. سبحان الله. صحيح. عمرك دعيتي دعوه واتحققت في رمضان اللي بعد النور؟ حصلت. ده مش لازم نعرف ايه، بس يعني بس خلي بالكم ان انا احيانا دعيت في حاجات وما حصلتش، ودي بقى ثقتنا بالله برضه. هي ما حصلتش ليه؟ هو انا اللي وحش ولا ايه؟ هو كل الناس بتقول ان رمضان اللي بعده الادعيه بتستجاب. لا، في خير، ربنا عارف الخير ليك انت ايه. فدايما تقول يمكن مش الخير ان يستجاب دلوقتي. وطبعا ممكن تلاقيه عند ربنا اصلا من الحسنات، وممكن يعني ترفع عنك خطايا. لكن الحته دي بشوفها كتير والناس تبقى محرجه قوي. في واحده كده قالت لي هو انا ليه اشمعنى انا؟ انتوا دايما بتقولوا ان الادعيه بتستجاب. لا يا جماعه، ما نعرفش حد عارف الخير فين، محدش عارف الخير فين. ودي ثقه بالله برضه. كأن كل ما يجي لك حاجه ربنا بيقول لك ايه؟ علي سقف الثقه، لسه كمان عايز اسمع صوتك، او ما تكونش الخير ليك، وده الاساس. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما يستجيب لحاجه هي مش خير ليك ابدا يعني. انا فاكره ان انا قعدت ادعي ربنا 12 سنه يا رب اعمل عمره. 12 سنه 12 سنه كويس، حلو. 12 سنه فعلا وعملوا. طب انا ايه؟ طب في ايه الغلط؟ طب انا اعمل ايه طيب زياده؟ والسنه اللي فاتت عشان يعني هي جدتي توفت، وهي كانت يعني بالنسبه لي هي امي، هي اللي مربياني،
فكنت حاسه لا انا فعلا انا محتاجه اروح العمره، انا مش قادره يعني من كتر الحزن. وسبحان الله ما جاش اهو رمضان غير وربنا رزقني العمره من شهرين له يعني. توقيت. فسبحان الله كان فعلا في الوقت ده انا كنت اشد وقت محتاجه فيه ان انا فعلا اروح صحيح. العمرة. بس هو انت عندك، خلي عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى. يعني بصراحه تعالوا نلخص كده احنا قلنا ايه. يعني انا بصراحه طلعنا بكام حاجه منكم جميله قوي النهارده، وانا كمان استفدت. ايه اول حاجه؟ اول حاجه كانت ايه يا نور؟ قلنا هنركز مع نفسنا، صحيح. هنبقى على وعي كبير قوي الشيطان عمل ايه الفتره اللي فاتت، انا ما يأسش عملت من ايه، نفسي. ما يقاسش من نفسي. صح. وقلنا هيبقى في دعاء، لازم ندعي بكل حاجه احنا عايزينها، وفي حته ان احنا ما نبقاش متنشرين او حاسين ان احنا وحشين. تمام. ايه كمان؟ واحنا ندعي بيقين وبحسن ظن بالله ان دعائنا ان شاء الله ياتي. اوعى تقول انا مش شيخ، اوعى تقول انا، مين قال ان ربنا هيستجيب لي؟ ربنا سبحانه وتعالى ان كنت لا تستجيب الا لمؤمن فلمن يجير ويستجير المجرم. يعني المجرم طب هيروح لمين؟ المذنب هيروح لمين لو انت كنتش تستجيب غير المؤمنين؟ جميل قوي يا بنات، انا اتبسطت جدا النهارده بوجودي معاكم، وان شاء الله لعلي اشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. اجمل فايبس عملتوها في اول حلقه من رمضان فايبس.